النهارده معانا الامبراطور الماجنم، حته نادر جدا لما تلاقيها مع حد. حته محترمه بصراحه، انا عن نفسي بحبها لسبب هقوله في اخر الفيديو. الحته دي مش تلاقيها مع اي حد، حته خاماتها جميله، نزلت فتره كده ومره واحده اختفت. الامبراطور الماجنم تركي ولكن اقاويل اتقالت عليه كتير ان هو جه تهريب ومش جه تهريب والكلام ده كله، فعشان كده اختفى، لكن اجزاؤه محترمه بصراحه. بيضرب 9 مللي تمام، وبيضرب بيلي، وهي دي اللي انا الميزه اللي انا كنت بقول ان انا لحد دلوقتي مش عايز افرط فيه، لان هو نجا كده فتره ومره واحده حتى اختفى من السوق. ماسورته مفتوحه فبيضرب بيلي. بصراحه حته كويسه جدا، وفي امان، ده الامان بتاعه كده انا مأمن، وكده بيضرب معاك فردي. تمام، برضه اوريكم الماسوره بتاعته عشان زي ما قلت لكم في الايكول جاكال. انا كنت منزل فيديو عن الايكول جاكال، بيبين ان ازاي تعرف ان هي، بص هنا بتبين قوي. زي ما انتم شايفين الماسوره واسعه، ده بيضرب بلي 2 مللي. بس خلاص ما بقاش موجود الكلام ده يعني، لان هو بيتعمل لك قضيه ومشاكل عليه، ولكن هي فيديوهات تعليميه ليس اكثر. زي ما انتم شايفين اهو الماسوره باينه كده، مفتوحه المصدر، وده غلط ويتعمل لك عليه قضيه ان كانت هو او الطلق اللي هيتمسك بيه لو اتمسكت بالبلي او غيره. دي الطلقه 8 مللي، دي الطلقه اللي هي بتستخدمها. هحاول اشوف لكم فيديو كده ليه وهو بيضرب عشان تشوفوا صوته، لكن هو بصراحه جميل وصوته جميل جدا. هنا بيتحط الفرشه بتاعته، او كان بيجي معاها كهنه كده، او يعني حاجه كده، ادوات النظافه بتاعته بتيجي بتتحط جوه هنا. بصراحه حته جميله قوي، بس نادر جدا اما هتلاقيها، ده لو لقيتها يعني، لان هي اختفت تماما. طبعا باين ان انا طبعا لما الحاجه بحب اصين حاجتي اول باول، فده اثر الزيت، لان انا كنت لسه مصينه. بصراحه حته جميله قوي، ومن الحتت اللي انا بحبها، يعني مش بفرط فيها.